ايه رأيكم النهاردة نيجي نعمل القراقيش الدايبة اللي تستاهل بقكم؟ قراقيش تحفة في منتهى الجمال وبسيطة جدا بطريقة مبسطة، مش هاخد منك وقت وهتعمليها بكل سهولة، وهتعتمدي الطريقة دي على طول لأنها سهلة جدا، مش هتاخد منك أي مجهود. تيجي بقى نشتغل ونشوف مقاديرها. بس قبل ما نشتغل يا ريت سبسكرايب وتفعيل الجرس واللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد مني. هنا هنجيب كيلو دقيق خاص بالبسكوتات، يعني اللي انتوا شايفينه ده ايها ماركة ايها نوع، بس يكون خاص للبسكوت والكحك. هننخله النخلة حلوة قوي كده لحد ما نخلص الكيلو كله. ادي اهم حاجة في المقادير، نخل برضو الدقيق عشان يدخل له برضو هوا. هننخل كله مع بعض وهنبتدي نشتغل. خلاص كده حطينا كيلو دقيق وهننخله بحيث ان هو كله يتنخل. انا مش مسرعه الفيديو خالص عشان كل حاجه تبان قدامكم بكل تفاصيلها. كده نخلنا كيلو دقيق، هنبتدي بقى نعمل الاتي. خلاص كده لاخر ذره في الدقيق بننخلها عشان كل حاجه غاليه اليومين دولت. فهنعمل ايه؟ مش عايزين نهدر اي حاجه. هنجيب بقى 2 كوبايه الا شويه، يعني كل كوبايه الا شويه صغيره. مش هقول لكم المقادير بالظبط، هي بكوبايه المج اللي احنا نشرب فيها الشاي، كوبايه الا شويه صغيره من كل نوع من السمنه، سمنه بلدي وزبده، انا ملخبطه عامله ميكس. هنزود من كل كوبايه شويه زيت صغير. ليه بقى بنضيف الزيت دوت؟ عشان يدي مع النعوميه قرمشه للقراقيش. وهنكمل الكوبايتين بالطريقه دي، يعني كوبايه الا شويه سمنه بلدي وكوبايه الا شويه سمنه نيوزيلندي. بس اللي ممكن الا شويه دول يكونوا مثلا 3 معالق زيت، في كل كوبايه 3 معالق زيت. هنكون غاسلين شمر وينسون غسل حلوة قوي ومصفينه، وهنضيفه على الدقيق زي ما انتوا شايفين. هنقلب كله مع بعض وهنحط ذرة الملح مع الدقيق وهنقلب بالطريقة دي لحد ما نوزع اليانسون والشمر على الدقيق. هنحط بقى السمن، والسمن يكون دافي، ما يكونش سخن ولا بارد، يكون دافي. وهنبتدي نبس العجينة او الدقيق بالمعلقة وبعدين بايدينا. طبعا انا البس خد مني وقت فانا ما صورتوش كله عشان ما ياخدش الفيديو معانا وقت. انا قلبت الدقيق مع السمنة بالمعلقة بالطريقة دي، وهنبتدي نبس بايدنا كده يعني لحد ما يتشرب الدقيق بالسمن. اهو اتشرب خالص كده اهو. وهنبس بايدينا بالطريقه دي زي ما انا قلت لكم. انا ما صورتش البس بايدي كله عشان ما ياخدش وقت مننا، لان فعلا خد وقت. لازم تفرفريه كله كده وتبسيه كويس جدا. هوريكم بقى هنعمل ايه. بسينا العجين او بسينا الدقيق، هنبتدي نحط حوالي 3 معالق لبن بودر. 3 معالق لبن بودر. لو ما عندكيش لبن بودر ممكن تعجني باللبن العادي اللي احنا بنجيبه من لبان. اوكي فاهمين؟ يعني 3 معالق لبن بودر يا لبن تعجني لبن عادي. لخبطنا اللبن البودر مع الدقيق، هنبتدي نحط المية دي مكان الكوباية مكان اللبن، عشان ما تقولوش ليه المية بيضة. دي مكان اللبن البودر لما حطيته في الكوباية الأول، عيرته حطيته في الكوباية بعدين حطيته على العجين. نعجن كده كويس جدا. وهنبتدي نجيب بقى نكون مخمرين معلقة خميرة كبيرة مع ربع كوباية مية أو نص كوباية مية مع معلقة سكر. معلقة خميرة، نص كوباية مية دافية، ومعلقة سكر. هنضيفها دلوقتي على العجين. انا بقول او ايه ربع مية او نص كوباية مية، لان احنا هنكمل العجن بالمية. يعني احنا حاطين المقدار دوت عشان الخميرة بس تخمر. فاهمين قصدي يعني؟ خلاص حطينا بقى المية بالخميرة وهنبتدي نعجن العجين. كل ما نعوز مية هنحط نشرشر كده بايدينا، نرش كده قصدي بايدينا المية،
ما نحطش ما ندفلقش عشان نتحكم في العجينة. طبعا هتعرفي العجينة بالملمسها في ايدك. طبعا انا ما احبش اشتغل بجوانتي عشان احس بملمس الحاجة في ايدي. لو لبسنا الجوانتي انا ما بحبوش، بيعمل عازل، فما بحسش بالملمس خالص. بص بقى هنا ابتديت ازود المية حبة حبة ونعجن. اهم حاجة ما تدفلقيش المية، حطي المية يعني بشوية شوية كده. بصوا بعمل ايه اهو، حط شوية مية في ايدي واعجن بالتدريج. دفلقتي المية، افرضي العجين ما بياخدش مية كتير او لبن كتير، فتلاقيها العجينة صاصت منك. لازم تعرفي التركات بتاعت عجن العجين. انا كده بحط المية في كل حاجة او اللبن في كل العجائن بالتدريج. اسلم حاجة نحطي بالتدريج السوائل عشان العجينة ما تبص منك. بصوا بقى ابتدت خلاص، هوريها لكم اهي كده. استكفيت من السوائل اهي. لازم تقطع كده معاكي، ما تمطش العجينة. هنبتدي بقى نجيب السيليكون او على الرخامة عادي لو ما عندكيش السيليكون دوت المفرش السيليكون، وتبتدي تفردي العجينة وتقطعيها. على فكرة عايزة اقول لكم معلومة، اللي ما بيحبش اليانسون والشمر حصى يطحنوا. يعني مش عايز يحس بالقرقشة بتاعت اليانسون والشمر في تحت اسنانه وبقه كده، لا يطحنوا. انا بحبه حصى الصراحة. هنفرد كله مع بعض العجينة كده، وهنبتدي بقى نجيب العجلة المشرشرة او السكينة. لو ما عندكيش العجلة المشرشرة دي، السكينة عادي، وتقطعي صوابع مقاس واحد. يعني حاولي تقطعيها مقاس واحد. هنجيبها بقى وهنبتدي نقطع بالقطاع. السمك بتاع العجينة يكون حوالي مثلا نص سنتي، او عشان بس هو بينفش. يعني ما تكونش لا رقيقة ولا تخينة قوي، يعني سمكها معقول. هنبتدي كده نسويها ونقطع الصوابع زي ما انا قلت لكم. مش هتاخد وقت معاكي التقطيع خالص. طبعا احنا ما خمرناهاش، احنا خليناها ترتاح العجينة ربع ساعة. بعد كده هو هيخمر واحنا بنشتغل. لو الدنيا برد تسيبيه في الصواني بقى شوية بعد ما تقطعيه يكمل خمره. بصوا بقطع ازاي بالعجلة اهي. هقطعها بالعرض وبعدين بالطول زي ما انتوا شايفين. يعني واحدة واحدة كده بالراحة كده بالعجلة عشان العجينة ما تتبهدلش منك. وبعدين نكمل العجينة كلها اهي، وبعدين نقطع بالطول حسب الطول الصابع اللي انت عايزاه. يعني عملت العجينة كلها بالعرض، بقى هقسمها بقى بالطول زي ما انتوا شايفين. انا مش مسرعة الفيديو خالص عشان الفيديو يبقى واضح قدامكم. انا يعني لما بسرع لما يكون الفيديو طويل اكتر من اللازم صراحة، فانا بختصر في الفيديو وبعدين ما بسرعش. كده خلصنا التقسيمة. هنجيب بقى صينية ألمونيا، لان الصواني الالمونيا بتبقى احلى حاجه في خبز المعجنات الشامله. يعني مثلا اذا كانت معجنات ولا بقى كحك وبسكوت ولا بيتي فور ولا غريبه، كل الحاجات دي، كل العجائن دي اللي داخلها الدقيق، الالمونيا احلى حاجه في التسويه. لا بحب اعمل في جرانيت ولا استانلس. بساوي العجينه وباخد بقى وهبتدي ارص الصوابع القراقيش زي ما انتم شايفين لحد ما اخلص المقدار كله. العجينة بسم الله ما شاء الله تتاكل يعني نية من حلاوتها. هنكمل رص الصينية كلها
لحد ما نخلص المقدار كله. طبعا لو باقي عجين طبعا هنبططه ونفرده تاني بالنشابة، وبعدين هنقطع وهكذا لحد ما نخلص مقدار الكيلو العجين كله. كده بحاول ان انا يعني اوزع في الصينية كلها عشان الصينية تشيل اكبر كمية من البسكوت او القراقيش. بصوا بقى الجمال، بصوا العجينة ما شاء الله ما شاء الله. هندخلها في فرن بقى على درجة 180 وهتطلع بالجمال والحلاوة واللون الذهبي اللي يجنن ده. اهو ادي القراقيش، مفيش اسهل من كده، هتقدري تعمليها مش تاخد معاكي وقت خالص. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا اللون الذهبي الجميل. الله الله، هتاكلي احلى قراقيش هتعمليها بايدك الحلوة. بعد بقى نتركها تبرد لحد ما تهدى خالص ونشيلها من الصينية ونحطها بقى في طبق التقديم، وبالهنا والشفا على قلوبكم. انا بحاول اوريكم الصينية كلها، بص منظرها عامل ازاي، فوق ما تتصوروا من الجمال. على فكرة الكحك والبسكوت والحاجات بتاعت اللي عموما بتاعت العيد دي كلها، او العجائن المقرمشات والحاجات دي، ما ينفعش تتعمل بسمنة نباتي خالص، لانها طعمها مش بيبقى للدرجة حلو. احلى معجنات واحلى حاجة تاكليها لو عملتيها بالسمن الطبيعي. شفتوا الجمال بقى وهي في طبق التقديم. يلا بالهنا والشفا على قلوبكم، وان شاء الله هتعملي احلى قرقيش من ايدك الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.